تسمعني؟ بص، انا جاي بقى اقول لك خلاصة كل حاجة الليلة بتاعت الامتحان، وهنعمل ايه في الامتحان نفسه، وبعد الامتحان. دي اخر حاجة المفروض انت بتعملها وبتقفل بيها الموضوع كله وبتنهي اللعبة حرفيا بيها. فانا دلوقتي اقول لك اهم 3 نصايح المفروض تعملها قبل الامتحان، في الليلة بتاعته، وقبل ما تخش في الامتحان نفسه، وبعد الامتحان. اول حاجة، قبل الامتحان نفسه على طول وانت رايح الامتحان، انت يا صاحبي بتراجع المفاتيح، مش بتراجع التفاصيل. مستحيل ترجع تبص تاني على كل حاجة او تحس ان انت ناسي. مهما حسيت والله ده احساس، هتخش جوه هتلاقي نفسك ربنا منعم عليك ومتذكر كل حاجة، صدقني. فانت دلوقتي هتجيب المفاتيح الاساسية، عناوين الاسئلة او اكتر سؤال انت كنت شايفه بيتكرر ممكن تعدي عليه مرة او 2 بعينك قبل ما تخش الامتحان على طول. حاجة بقى مهمة جدا، والنبي أرجوك، ثانوية عامة مش ثانوية عامة، في أي حاجة ما تروحش الامتحان مش نايم. بص، مفيش ضغط أكتر من الضغط اللي بيكون في كلية الطب يعني، فما تروحش الامتحان وأنت مش نايم. في ناس عارفهم بيروحوا والدنيا بتبقى مش أحسن حاجة معاهم، فلازم تنام شوية قبل ما تروح الامتحان. لان مش الساعتين ولا الثلاثه، ما انت بص كان معاك مده قد ايه بقى، مش الساعتين ولا الثلاثه اللي قبل الامتحان دول اللي هيخلوك سوبرمان وهتلحق تلم كل حاجه. ولكن بالعكس، لما بتنام هتدي لمخك مساحه يظبط النواقل العصبيه اللي جواه تاني، فتصحى الصبح لو انت رايح امتحان ريتن او كتابه، او انت هتحل امتحان ام سي كيو، صدقني المعلومه هتبقى حاضر على طول في بالك ومتنظمه. تجنب التوتر تماما، سواء التوتر ده كان منك شخصيا او من شخصيه انت تعرفها. بالذات بقى الكلمه دي بس اللي بتوع الثانويه، انت بالذات اول امتحان ده بتبقى رايح حاسس انك رايح تقابل وحش، وفي الحقيقه والله قدرك مكتوب ومكانك مرسوم وكل حاجه مقدره ليك باذن الله. فانت ليه متوتر قوي كده يا نجم؟ يعني الدنيا ما خلصتش، يعني الدنيا سهله، ربنا بيكرم والامور بتعدي. و100 واحد افتكر نفسه الثانويه دي هي النهايه وبيطلع منها بيلاقي ان في حاجات كتير قوي 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 تانية كانت مستنياه، او طريق هو اصلا ما كانش حاسبه وطلع هو الاحسن. فانت في الاول وفي الاخر ايه يعني؟ انت رايح ساعتين 3 هتعديهم باحسن خير وباحسن شكل، وربنا هيكرمك فيهم اخر كرم، ولازم تحط ده في دماغك وهترجع. فانت ليه متوتر قوي كده؟ طب صاحبك اللي بيقعد يقول لك انا حاسس ان مش هنلحق، انا حاسس ان احنا بص، طب انا متوتر قوي من الامتحان، طب يا ترى هيمشي ازاي؟ بالله عليك ده حاول ما تقابلوش يوم الامتحان الصبح، اختفي وقابله بعد الامتحان عادي، قول له معلش ما كنتش عارف اقابلك وهكذا يعني. اخر حاجه بقى، وانت رايح الامتحان روح بوقت كافي. يعني انا عارف انك ممكن تبقى حاسس بس انك عايز تقف مع نفسك كده شويه تراجع الاسئله المهمه اللي احنا اتفقنا عليها دي، فاقف على جنب من غير يعني محد يشوفك، بس اوصل بدري. بلاش تحط نفسك ان ممكن لا قدر الله يكون في حادث على الطريق اليوم ده او في اي مشكله انت تترعب بس عشان خايف انك ما تلحقش توصل للجنه. فروح بدري على قد ما تقدر، واستخبى يا عم في حته او اقعد في حته كده هاديه، ظبط بقى نفسك وراجع مع نفسك. وخلي بالك على النقيض بقى، لو تعرف ناس من صحابك بيشجعوك وبتراجع معاهم سوا وانتوا كنتوا متفقين اصلا على نفس الاسئله اللي هتبصوا عليها سوا، بصوا عليها سوا، لان هو صاحبك ممكن يقولها لك بطريقه تثبت في دماغك اكتر، فالدنيا تبقى كويسه يعني. تاني حاجه، وقت الامتحان نفسه قبل اي حاجه في دعاء مهم جدا بنحب نفتح بيه، بنقول بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محتاج بس تقول الدعاء ده كده قبل ما تبدا وتسمي الله وبالراحه خالص. اهم حاجه اكتب بس اسمك واحده واحده، واقرا والله التفاصيل كده بتاعت الورقه، لو انت بابل شيت او كده المفروض تكتب بايه وتعمل بايه. خد بس كده نفسك واهدى، بلاش تنط على طول في السؤال وتقعد تقلب في الورق، هتتوتر والله. فبالراحه كده بالراحه، كتبت اسمك، نظمت دنيتك، يلا بسم الله نبدا بقى نشوف الاسئله بتاعتنا. وتنظيم الاسئله محتاجه واحد حريف، انت لازم تبقى حريف في تنظيم الاسئله لان هو ده اللي هيكسبك. انت لازم تعرف ان الوقت اللي انت فاكره طويل قوي ده ممكن تحس انه جرى مره واحده، وممكن بادارتك للوقت كويس تستغله احسن استغلال وترجع مره واتنين كمان. هتبدا اول حاجه كده، انت لازم تروح وانت معاك ساعه، خلي معاك ساعه احسن صدقني، عشان تبقى عارف بس لا انا كده محتاج اشد، لا انا كده محتاج ارخي. انت ممكن تحل على فكره بسرعه فتحس انك لا بالراحه بقى، بص بس على السؤال احسن وهكذا. انت مثلا امتحانك 30 سؤال او 60 سؤال، فهتقسمهم على الساعه او الساعتين او ايا كان. سؤالك المفروض لو ام سي كيو ما يعديش منك دقيقتين بالكتير قوي. طب لو هو سؤال كان مرخم معاك ومطول، اديله اخرك ماكسيموم مثلا دقيقه او دقيقتين. السؤال لسه واقف معاك، صدقني مش كل الاسئله، مستحيل يجي امتحان في الدنيا كلها كل اسئلته سخيفه الا الفيزياء يعني، بس لا بهزر، الفيزياء والله برضه بيبقى في حاجات كويسه، ما تخافش.
لازم 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 هتلاقي فيه حاجات بسيطه جدا وفكره، لان هو عايز يخلي الطلبه كلها على الاقل الناس تحل، مش هينفع يخلي الحاجه العباقره يعني. فعدي السؤال وخش على اللي بعده، هتلاقي اللي بعده اسهل، خش وخش. لو انت مثلا لقيت 3 اسئله ورا بعض بتحاول تعديهم ولا برضه بيقفوا قدامك، لا هنا بس اهدى على نفسك شويه وحاول تحل. بلاش يعني اقصد تعدي فوق ال4 اسئله وتقول دول عادي هبقى ارجع لهم، انما لو سؤال او 2 مفيش مشكله ان شاء الله تعالى هترجع لهم ما تخافش. بص بقى نصيحه كمان، لو في سؤال بالذات في المواد بقى زي الفيزيكس والماس والحاجات اللي هي رياضيه دي، في حاجات صدقني ممكن تمشي معاك بالمنطق يعني. ومثلا الحاجات برضو عندنا زي الاحياء وهكذا بتمشي بالمنطق، ان انت ممكن يبقى معاك المعلومه من مده طويله ونومك هيفيدك بقى هنا. انت المعلومه نفسها مش حاضره قوي، بس ممكن بطريقه قرايتك للسؤال بهدوء واستنتاجك والله تحل السؤال صح. فانا عايز اقول لك ان انت لو الدنيا وقفت خالص بلاش اصلا تطلع وانت سايب سؤال سواء كتابيا او MCQ، لازم تحاول تستنتج السؤال بشكل سليم وذكي وباذن الله هتوصل له، صدقني ما تخافش يعني. اخر بقى نصيحه ليك، بلاش تبص حواليك، زي ما بيقولوا عندنا بص في ورقتك. بلاش بقى فكره الغش والكلام ده، صدقني صدقني دي اكتر حاجه بتشتتك، وتلاقي ده وممكن هنا معلومه غير دي، صدقني والله هتشتتك. اهم حاجه ادارتك لوقتك انت ولورقتك انت، تنظيمها وترتيبها وتلحق تظلل البابل. بلاش تسيب البابل شيت لاخر دقيقتين، بلاح عليك بلاش. انت دلوقتي مثلا لو بتتكلم في امتحان ده لغه عربيه، فانت عندك نحو وعندك جزء اللي هو بتاع التعبير وعندك الجزء بتاع البلاغه. خلصت البلاغه ظللها وبلاش تشد يا عم في التظليل. انت مثلا احط علامه علامه واخر الامتحان بقى شد على كل التظليل لو انت مش متاكد من حاجات معينه. المهم خلصت بارتيشن ظلل، خلصت جزء ظلل، خلصت جزء ظلل، عشان حتى لو جه في الاخر قالوا هنشيل الورق وبتاع وانت متوتر، هتلاقي بقى نفسك ايه بتاكد على طول، مش عمال تبص في الورقه وترجع تبص في الورقه وترجع. الموضوع ده هيفرق معاك جدا وهيثبتك جدا. اما بقى اخر حاجه، خلصنا الامتحان، كان في والله مشكله في الامتحان او الحمد لله انا عملت كويس. في كل الحالتين انت هتعمل ايه؟ والله العظيم العياط والشحتفه وهموت وهنتحر. مفيش حد يا عم بينتحر دلوقتي، الموضوع ده كان زمان يعني. هتنتحر عشان امتحان؟ حبيبي احنا مش بكلمك في حته بقى حرمانيه دلوقتي، ايه يا عم ده امتحان. امتحان ده مش الدجال، مش يعني المسيخ الدجال ما طلعش يعني، ما القيامه ما قامتش يعني، ده امتحان. فانت هتخلصه يا حبيبي وهتروح تاخد الدش المحترم وتجيب بطيخ وشويه جبنه، يا لهوي مفيش اجمل من كده، وتلبس الجلابيه وتقول بسم الله وتخدي بقى كده الليله وتقول يلا بينا انا هعمل ايه في اللي جاي. تمسك بقى الورق بتاعك وتبدا تنظم نفسك وتشوف عدد الايام. صدقني مكسبك في اللي جاي اهم بكتير من حسبتك لخسارتك. وفي نقطة، أي حد بيحسب نتائج ودرجات بعد آخر امتحان بعد الفاينل بتاع مادة معينة والله غلطان، أكتر إنسان غلطان. أنت طالما عديت يا صاحبي كل المادة، لأن أنا بتكلم بالنسبة لكليتي إحنا بنمتحن مثلا 3 امتحانات لنفس المادة، أنا هنا بعد ما أطلع من أول امتحان أنا لسه عندي امتحان تاني في نفس المادة، هشوف الغلطات بس عشان أجمع المعلومة دي وأحاول أعوضها في اللي جاي. إنما لو كان ده آخر امتحان في المادة مش هبص فيها تاني. يعني مثلا بتكلم في الاطفال، اخر امتحان بالنسبه لي هيكون يوم 29 اللي جاي، مش هبص على الكتاب بعدها تاني ولا هحسب غلطت في ايه ولا عملت ايه، خلصت اشوف الماده اللي بعدها وهذا كده، واخد الدش المحترم بتاعي واروق على نفسي والحمد لله واصلي كده لله شكر واسجد السجدتين بتوعي وبسم الله واخش على الماده اللي بعدها. بلاش بعد ما تطلع تقف مع مجموعه بتعيط وتقعد تعيط معاهم، او مع مجموعه حاسه ان الدنيا تمام فتحس انك اجمد حاجه، عشان دايما بيبقى في حساب مختلفه. مجرد خلصت توكل على الله في اللي بعده وشوف هتعمل ايه، وروق اهم حاجه على نفسك. ما تقعدش تفكر في الماده كتير، صدقني صدقني دي المفاتيح اللي هتخليك احسن حاجه في فتره الامتحانات، وهي دي الفتره اللي بتحسم. يا ناس ما كانتش حاسه ان هي هتوصل لحاجه، وبسبب كرم ربنا وتنظيمها لفتره الامتحانات دي بقت احسن مكان. وياما ناس كانت مذاكره اقوى حاجه وتوترت في الايام دي فضيعت كل المجهود بس بسبب التوتر. توكل على الله واعمل اللي عليك بهدوء بهدوء بالذات الفتره دي، وهتشوف ربنا هيكرمك ازاي. سلام يا حلو.